السلام عليكم اخواتي، اش اخباركم؟ كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف العاده رجعنا بفيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غنشارك معكم بسيطلات صغار اللي كيجيو لذاد بزاف ديال الحوت، والمنظر ديالهم كيجي رائع وسهلين في التحضير. مكونات جد بسيطه ومتوفره في كل بيت. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. لتحضير الحشوه غادي نحتاج عندي هنا 6 فصوص ديال الثوم مهروسين، وعندي شويه ديال القزبر والبقدونس، عندي شويه ديال الزيتون مقطع، شويه ديال الحامض مصير، عندي 5 ديال الفرماجات، وعندي الفطر معلب، ملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم. بالنسبه للبهارات عندي ملعقه صغيره مملوءه ديال الكمون، ملعقه صغيره ديال التحميره، ورق الغار، ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، قليل من ازير او اكليل الجبل، ملعقه صغيره ديال الكركم، وقليل من فلفل اسود، وشويه ديال الملح. هنا حطيت مقله على النار وضعت فيها شويه ديال الزيت، وهنا فرغت الثومه، نصف الكميه ديال القزبر ومعدنوس، الفطر كامل، وغادي نضيف تقريبا كلشي المكونات. غادي نحتفظ غير بصلصه الطماطم وشويه ديال القزبر والبقدونس عفوا. هنا ضفت البهارات كلشي وكنخلط هكا المكونات مع بعضها. بالنسبه للسمك اللي غادي نعمر به البسيطلات، كيف كتشوفوا هنايا عندي انواع مختلفه فيها، كيف كتشوفوا سوريمي، فيها كالامار، كروفيت، بوزروق، يعني فيها الانواع مختلفه. وزدت عليها انا فقط الحوت الابيض. هاد العلبه كتباع بحال هكا، يعني يا اما مجمده يا اما فريش كيف ما بغيتوها، وكتقام عليكم رخيصه، وفي نفس الوقت كتجيبيهم بسطيله غزاله بزاف. المهم كيف كتشوفوا هنا وضعت كلشي في المقلاة، يعني دقه واحده، وكنشحرهم هكا واحد شويش مع بعضهم، لان كلشي كيطيب بسرعه. ما كاينش الانواع اللي غادي تعطل هنا، بحال الكالامار شي شويش كيتعطل، لكن غير ضيفوه معاهم ما تخافوش. مقطع رقيق صافي. من بعد ما تشحر واحد شويش هنا ضفت عليه الشعريه الصينيه، من بعد ما كنت مرقدها واحد شويه في الماء الطايب. دابا غادي نضيف باقي المكونات، صلصه الطماطم وشويه ديال القزبر معدنوس والفرماج اللي عندي. ملاحظه هنايا بالنسبه للفرماج كيبقى اختياري، انا كنضيفو لان وليداتي ما كيبغيوش ملي يعضوا البسطيله تكون مفرفشه كما كنقولوا، لا كيبغيوها تجيهم معلكه، يعني كل عضه تمشي كتعض مجموعه. لهذا كنضيف لهم هذا الفرماج باش كيعلك لنا الحشوه. صافي هنا كيف كتشوفوا خلطت كلشي المكونات، هي تشحرت كلشي طيب، يعني ما غتاخذش كاع 10 دقائق في الطهو ديالها. صافي هنا وضعتها في المصفات، وغادي ضروري نصفيوها باش ينزل منها داك الا بقى فيها شي شويه المرق ينزل باش ما يقطعش لينا الورقه. صافي غادي نخليها حتى تقطر مزيان، عاد غادي نعمر بها الورقه. هنا كيف شفتوا حيدت هذاك اكليل الجبل وورق الرند باش ما يبقاش لينا في الحشوه. بالنسبه للورقه كل واحد وشنو كيستعمل، يعني كتختلف حسب المنطقه حسب البلد. حنا هنا عندنا هاد المربعه، ما عندناش بحال المغرب فريش ومدوره، ما كايناش. صافي جبت هاد القالب هذا اللي غادي نعبر فيه الحجم ديال البسيطلات، وضعت فيه الورقه كيف كتشوفوا الطريقه بطبيعه الحال واضحه في الفيديو، وكنعمر شويش هكا ديال الحشوه ونضغط عليها غير واحد شويه باش ما نقطعوش الورقه. صافي غادي ما شفتوا القالب كيفاش عندي عالي شويش، ماشي قصير، لهذا غنعمل غير النصف ديالو، غنعمر غير النصف. وهنايا جبت الجبن عفوا مربعات، قطعته على 4. صافي وضعت طريف منه في الوسط، وكنجمع هكا الورقه على شكل كميمسه كي كنقولوا، وجمعت لها هكذا الفم ديالها، وغادي نسدها بالكوردون. طريقه سهله جدا والمنظر رائع، كيجي المنظر ديالها غزال بزاف، وبالاخص لوليداتهم ما كياكلوش هادشي، راه حتى المنظر كيشجعهم باش ياكلوا. صافي هنا لقيت الورقه زايده كثيره كنقطعها بالمقص، لان هذيك غير منظر اصلا ما غاديش تنكل.
خصنا غير شويش تبقى هكا عطيها منظر ديال الوريده. صافي هكا كتجي منظرها زوين. غادي نحطها على جنب ونعاود واحده اخرى. هذا هو الشكل ديالها النهائي كيف كتشوفوا. كتجي زوينه بزاف. ملاحظه اخواتي، هنا ما قلت لكمش على الورقه، ضروري تدهنوها بالزيت، بالاخص هاد الانواع ديال الورقه اللي كتكون مجمده فكتكون ناشفه، ضروري تدهنوها بشويش ديال الزيت. بالنسبه للزبده تقدروا تدهنوها حتى بالزبده، لكن الا كنتو غادي تحتفظوا بها في المجمد انا كنفضل الزيت افضل باش كتبقى لكم مقرمشه وزويونه. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الحشوه اللي عندي والورقه اللي عندي كامله. هنايا زدت لهم اضافه بسيطه، قطعت الفلفل الملون دوائر وضعت فيه شويش ديال الجبن وحطيت هكا البسيطلات من الفوق كيف كتشوفوا، وغادي ندخلهم للفرن على درجه حراره متوسطه، لان ما بغيتش انا الورقه تحمر لي بزاف يجيو محمرين اكثر من القياس. صافي يكفي يطيبوا لان كلشي طيب، يعني خاصنا غير واحد شويه الورقه تاخذ اللون مذهب وصافي. وغادي نخرجوهم من الفرن. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات اللي حضرت اليوم. ايوا شوفوا ردوا عليا الخبر كي جاكم المنظر. منظرهم ما شاء الله كيحمق غزال كيشهي. وما نقولش لكم على الحشوه كيفاش جات، المذاق يا سلام جا كيحمق تبارك الله. وحتى ديك الاضافه اللي درت لهم ديال الفلفله ملونه زادت عطاتهم منظر. وكيف كتعرفوا الفلفل كيتواتى مع الحوت. المهم مش غادي نقول لكم نتيجه رائعه. وهنا يا اخواتي وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم والوصفه تكون عجبتكم. نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله وصفه جديده. كنشكركم بزاف 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 على المتابعه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي تعليق. وإلا كنتوا اول مره غتشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف على المتابعه.